اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تصلي على محمد وآله، وأن تجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا يا الله. السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل الوليمه العظمه اللي قدامنا دي وببلاش. من ما تبقي مثلا شاريه فراخ كده عشان تخزنيها في الفريزر، الجزء اللي هو بتاع الاجنحه والرقبات وسلسله الظهر دي هنبتدي نفصلهم لوحدهم في كيسه نعمل بيهم اليوم العظمه اللي انتوا شايفينه ده. وجبه محببه للاطفال وجميله وشهيه في نفس الوقت، زي ما انت شايفه كده حاجه تشرف كده وتملى العين. اول حاجه هعمل تتبيله الاجنحه عشان انا هقليها زي الكنتاكي كده، والرقبات والحاجات اللي هي سلسلة الظهر هعملها اللي هي في صينية البطاطس. بحط بقى كل البهارات اللي عندي، ملح وفلفل واسود وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة ناشفة، واللهم صل على النبي، وبهارات. ولو عندك بهارات برضو اللي هي بتاعت الكفتة او المشاوي حطي منها، وشلت منها معلقة كده على جنب عشان ابقى اعمل بيها الرز. دي الاجنحة بقى معايا. هبتدي ازود بقى على البهارات اللي معايا دي عسل اسود وخل وكاتشب وليمون. هبتدي احط كده الخل حوالي معلقتين مثلا، ومعلقة كاتشب. العسل الاسود انا حطاه بديل لدبس الرمان او اللي هو الصويا صوص. لو انت عندك دبس الرمان والصويا صوص حطيهم، ما عندكيش زي كده صرفي نفسك بشوية العسل الاسود. ونص فص ليمونة بس يكون فيها كده عصير كده شوية كويسين. هبتدي اقلبهم مع بعض وهنزل بالاجنحة بتاعتي فيها. احاول كده اخلي التتبيلة توصل لكل الاجنحة. ممكن تجيبي عادي طبق الاجنحة ده لوحده من عند بتاع الفراخ، بس انا بصراحة بطلت اشتريه من عنده مخصوص، لان هو دلوقتي كنا الاول بنجيبه الطبق ب20 جنيه، دلوقتي وصل حاجة و60 جنيه، في بعض الاماكن كمان اغلى شوية، ممكن يعدي ال65. دي بقى الرقبات. انا هسيب بقى الجناحات مع بعضها كده تشرب من التتبيلة، انما الرقبات بقى هنعمل بقى صينية بطاطس ولا اروع، ومفيش اطعم من كده بصراحة. بجيب بصلاية كده متوسطة طبعا حسب الكمية اللي عندك. انا عندي مش كتير، فانا هبتدي اعمل كده بصلايه متوسطه زي ما انت شايفه كده، اقطعها جوليان او شرايح كده خفيفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الرز انتوا شفتوني قبل كده عملته في كذا فيديو. ده حبه فلفل من اللي هي الالوان، انا ما لقيتش عندي غير اللي هي الحمرا ديت، ممكن تحطي اصفر واخضر، بس انا ما لقيتش عندي غير اللي هي الحمرا دي حطيتها. الرز طبعا عارفين طريقته، اللي هو المبهر او اللي هو بالكاري دوت. هبتدي احط فلفل، معلقة فلفل اسمر كده حلوة بتدي ريحة حلوة وطعم للبطاطس، ونص معلقة توم باودر، وزيها بصل باودر، وشوية بهارات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ورقتين لورا وفصين حبهان وشوية ملح. هبتدي ادعكهم جامد مع بعض بالتوابل. طبعا لو بايديكي هيبقى افضل وهيديكي نتيجة احلى، بس انا كده عشان التصوير عملت بالمعلقة. بفضل ادعك كده في البصلاية واتك عليها عشان تنزل ميتها مع التوابل، بتدي ريحة وطعم لصينية البطاطس مختلفين على ما انتي بتسيبيهم كده. كل ما تدعكيهم وتنزلي مية البصل والفلفل مع البهارات بيبقى طعمها احلى. حط مكعب زبدة، ممكن تستغني عنه لان هي الرقبات وسلسلة الظهر بيبقى فيها دهون شوية. هبتدي برضو ادبلهم مع بعض كده وادعكهم مع بعض. بعدين احط على الوش بقى البطاطس، هقطعها كده قطع دواير، مش تخينة ومش رفيعة، والطماطم نفس المنظر. ان شفتوني لما عملت رز قبل كده انا بعمل بصلايه صغيره ببشرها ناعم، وبحط عليها التوابل بقى اللي انا شلتها على جنب، بس بزود بقى نص معلقه سكر، وبزود اللي هو الكاري والكركم
وشوية برضو العسل الاسمر، بس بحطهم في الاخر خالص بعد ما اكون زودت المية عشان العسل ما يبقاش على النار ويتحرق يعني. وده بقى الدقيق بتاعي اللي هتبل فيه الاجنحة عشان اقليها. وبجيب الفيجيتار ده بالوزن من عند العطار، ممكن اقول له هات ب10 جنيه عادي، بيديني حبة كويسين. بقلبهم كده مع الدقيق. دي بقى اللي هتديكي النتيجة بتاعت كنتاكي بالظبط. ببتدي انزل الاجنحة من التتبيلة على الدقيق، واللي في الطبق ده مية. انا ما بحبش اللي هو البيض صراحة، بعمل شوية من زفارة البيض فبعمل في المية. واصلا المية بتخلي الكفر بتاعك يمسك احسن. البيض ممكن ينفخ كده ويخليها تفصل، لكن المية وبتديكي التعريجة كده اللي بتبقى زي اللي في كنتاكي بالظبط. الصراحة النتيجة كانت روعة، والجناحات كانت مقرمشة ولذيذة. انا بعملها مرتين، بنزلها تاني في المية مرة كمان، وبرجع احطها في الدقيق تاني. دي بتخلي الطبقة بتاعتي كده كويسة، وتكون التعريجة بتاعتها واضحة كده، وطعمها كمان جميل. بتخلي الجلد بتاع الأجنحة يتحمر كويس معاكي، ويستوي بطريقة مقرمشة كده، ولونها بيبقى جميل. انا هعمل الكمية كلها. ده الرز اهو استوى معايا، ما بياخدش حاجة يا جماعة. زي ما قلتلك كده، بتحطي البهارات كلها وتقلبيها مع بعض على النار، وتحطي فيها الرز، تحطي له ميته المقدار اللي انت عايزاه. هنا بقى دي حلة فيها الزيت، ودي البطاطس جنبي اهيت بتستوي على النار، وده الرز اتشرب وبقى مفرفر وجميل ما شاء الله عليه. هبتدي اقلي بقى كده مع بعض. صوت الطشطشة بقى بتاع الزيت كده مع الأجنحة، حاجة كده بتجوع الولاد وانا لسه بعمل. دي مصفى انا محضراها علشان اطلع عليها الأجنحة بتاعتي، علشان خاطر تصفي الزيت بتاعها، وفي نفس الوقت تفضل مقرمشة. لما انا بطلعها على المناديل على طول، الزيت اللي بينزل منها بيبقى في المنديل، فبيرجع يتشرب تاني فيها، بيخليها تطرى. لكن انت لما تطلعيها على حاجة، او مثلا لو عندك اللي هي السلك مثلا ده، بتطلعيها عليه بيصفي الزيت الاول. انا حاطه طبق تحتيها طبعا عشان تتصفى فيها، وبعد كده هبتدي احطها في طبق التقديم بتاعي. فكده هي بتصفي الزيت بتاعها، وبتبقى متهويه كده، بتفضل مقرمشه. بصوا لونها جميل ازاي. انا حطيت الزيت جوه الحله دي عشان يبقى عميق كده، واعرف اقلي وتبقى واخده سواها كويس. ما تقلبيهاش على طول غير لما تبتدي تحسي ان اللي هو الطبقه اللي انت حطيتيها بدات تتحمر، عشان ما تقلبيهاش على طول فتضيعيها. وده كده الطبق اللي انا محضره فيه شويه بقدونس. وهبتدي ارص الفراخ بتاعتي بطريقه كده ظريفه، عشان برضو تفتح نفس الولاد. يعني هي اكله بسيطه، بس برضو لازم نقدمها لهم بطريقه كده تحسسهم بقى اكل مطاعم زي ما بيقول، وبحاجه بسيطه. وممكن كنتي انتي هتحطيها جنب الاكل وخلاص. ودي النتيجه النهائيه بتاعتنا. البطاطس جميله جدا ومستويه ولونها جميل، وفيها بعض الصوص برضو كده اللي بتاخديه مع البطاطس وتحطيه على الرز وتاكلي بيه. بصراحه وجبه جميله، وكانت شهيه جدا ولذيذه، والولاد حبوها قوي. انا على طول بعملها لهم. كل ما بشتري كده فراخ اخزنها، ببتدي اجمع الكيسه دي زي ما قلتلك واعملها لهم كده. بصوا البطاطس جميله ما شاء الله عليها، مستويه، وفي نفس الوقت كل بطاطسايه كده بطاطستها مش مهريه، والرقبات برضو استوت معايا. انا دخلتها الفرن شويه تاخد يعني ايه زي